مرحبا ديشان. هل يمكن القول إن فرنسا تلقت درسا في كرة القدم من إسبانيا هذا المساء؟ من الواضح أن منتخب إسبانيا فريق قوي، وقد أثبت ذلك بالفعل. أما نحن فكنا أقل من مستوانا بقليل، وارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبناه في المباريات السابقة. وأعتقد أيضا أنه رغم أنني كنت أظن أن المجموعة بأكملها استعادت جاهزيتها البدنية بشكل جيد، فإننا كنا أقل من منافسنا من الناحية البدنية. بعد ذلك، ورغم امتلاك لاعبين أصحاب جودة على مقاعد البدلاء، فإن إصابة ساليبا بالإضافة إلى وضعية أدريان الذي كان مهددا بالإيقاف بسبب البطاقة الصفراء أثرت على خياراتنا. لكن الأمر يعود في المقام الأول إلى قوة المنتخب الإسباني، ولكي نملك فرصة حقيقية لتحقيق نتيجة أفضل كان ينبغي أن نكون في أفضل حالاتنا، وهو ما لم يحدث للأسف، وهذا يجعل خيبة الأمل كبيرة جدا، رغم أن هناك أيضا بعض القرارات التي كانت في رأيي محل جدل كبير، لكن ذلك يأتي في المرتبة الثانية. أما العامل الأهم فهو ما حدث خلال الشوط الأول. مرحبا ديديه، تحدثت عن الأخطاء الفنية. في بداية المباراة لاحظنا أن المنتخب الفرنسي حاول الضغط عاليا على المنافس واستعادة الكرة في مناطق متقدمة، وكانت هناك اعتراضات ناجحة وفرص يمكن استغلالها، لكن في المقابل كان هناك الكثير من الأخطاء الفنية. برأيك ما سبب ذلك؟ وهل يمكن أن يكون العامل النفسي قد لعب دورا؟ ربما، نعم، هذا وارد. في بعض الأحيان يكون السبب هو طبيعة الموقف، أو أننا لم نحسن التحكم في الكرة بالشكل المطلوب، بينما أجبرنا المنافس على ارتكاب الأخطاء. ولا ننسى أننا نتحدث عن نصف نهائي كأس العالم، وهو حدث استثنائي، وبالنسبة إلى عدد كبير من اللاعبين كانت هذه أول تجربة لهم في نصف نهائي كأس العالم. لكن هذا لا يقلل إطلاقا من قيمة كل ما قدمناه قبل هذه المباراة، ولا أريد أن ينتقص من مشوارنا. لكن الحقيقة هي أنه لكي نكون أكثر خطورة ونصنع مشاكل أكبر لهذا المنتخب الإسباني كان يجب أن نكون في أعلى مستوى فني، وكذلك على الصعيد البدني، وأنا مقتنع بأننا لم نكن كذلك اليوم، وهذا أمر مؤسف. مرحبا ديديه، هل يمكن أن توضح لنا ما هي القرارات التحكيمية التي أثارت استياءك؟ كما أود أن أسألك أيضا، هل تشعر بإحساس عميق بأن المنتخب لم يستغل كامل إمكاناته، خصوصا بعد المستوى المميز الذي قدمه منذ بداية كأس العالم؟ خيبة الأمل موجودة بالفعل. اللاعبون كانوا محطمين داخل غرفة الملابس، وأتفهم ذلك تماما. كانت لدينا طموحات كبيرة، وهذه مجموعة من اللاعبين التنافسيين، لذلك فإن التوقف عند هذا الدور مؤلم للغاية. لكن الأهم بالنسبة لي هو ما ذكرته سابقا، وهو أننا لم نقدم الأداء الذي كان يجب أن نقدمه. أما فيما يتعلق بالتحكيم فسأطرح عليكم سؤالا بدلا من الإجابة. لقد تحدثت مع الحكم الرابع والحكم الخامس، وكانا يشاهدان الأمور بالطريقة نفسها التي رأيتها أنا، وأترك لكم هذا السؤال: هل كان حكم مباراة الليلة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ أجيبوا أنتم إن أردتم، أما أنا فلن أجيب عن هذا السؤال، ولا أريد أن أبدو وكأنني أبحث عن الأعذار أو أشتكي فقط لأننا خسرنا. مرحبا ديديه، ذكرت أن فريقك ارتكب بعض الأخطاء. هل تعتقد أن الطريقة التي دافع بها المنتخب الإسباني على أوليسي، وكذلك الرقابة المحكمة على كيليان مبابي، غيرت خطتك التكتيكية بالكامل وجعلتك غير قادر على إيجاد الحلول خلال المباراة؟ هناك دائما توازن بين القوة الهجومية والقوة الدفاعية. كنت أعلم أن المنتخب الإسباني يجيد الدفاع، فقد شاهدت جميع مبارياته، واليوم أكد ذلك مرة أخرى. لقد أغلق المساحات بشكل ممتاز، ومع الأخطاء الفنية التي ارتكبناها أصبح من الصعب جدا خلق الخطورة. فعندما يكون مستواك الفني أقل مما قدمته في المباريات السابقة، يصبح من الصعب صناعة الفارق أمام منافس بهذا المستوى. مرحبا ديشان، كيف تفسر أن قادة المنتخب لم يقدموا مستواهم المعتاد في هذه المباراة؟ كما أن خط الوسط بدا وكأنه يعاني كثيرا باستثناء أدريان. أوريلين لم يكن في مستواه، ومانو أيضا واجه صعوبات كبيرة. كيف تفسر ذلك؟
هذا هو المستوى الأعلى في كرة القدم. لقد واجهنا منتخبا إسبانيا قويا جدا، وقد أثبت ذلك بما قدمه الليلة. أما نحن فلم ننجح في بناء الهجمات بالشكل المعتاد، لأنهم بارعون جدا في قراءة مسار الكرات واعتراضها، ولم نتمكن من إيجاد الحلول المناسبة. لا أقول إن السبب يعود إلينا وحدنا. صحيح أننا لم نقدم المستوى الهجومي والفني الذي اعتدنا عليه خلال البطولة، وهذا جزء من مسؤوليتنا، لكن يجب أيضا الاعتراف بفضل المنافس. ومع ذلك لن أدين ما قدمه فريقي، ولن أنتقص مما حققناه في هذه البطولة. لكنني أكرر مرة أخرى، في مباراة بهذا الحجم وأمام منتخب بهذه القوة يجب أن تكون في أفضل حالاتك، ومنتخب فرنسا لم يكن كذلك هذا المساء.